بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلبة أولى ثانوي حبايبي، أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله بإذن الله. الفيديو الثاني مراجعة ليلة الامتحان، هنراجع فرع حساب مثلثات كاملا إن شاء الله رب العالمين. هنحاول على قد ما نقدر إن إحنا ما نطولش في مدة الفيديو عشان تلحق تخلص. طبعا حساب مثلثات عبارة عن 7 دروس. أهم درس عندي ويعتبر الدرس اللي فيه شغل هو الدرس الأولاني. طيب الدرس الأولاني سريعا كده كشكولك ورقة كده هنلم فيه كل جزئية عشان خاطر تعرف تشتغل معايا. قال لي احنا عندنا اول حاجه ظا سيتا. قال لي الظا ليها قانون عباره عن جا على جتا، جا على جتا، جا على جتا يدي الظا. يبقى انا بحل مسائل الاقي الظا اشيلها احط مكانها جا على جتا. طيب تاني نسبه هي نسبه الزتا. حلو جدا. طب الزتا دي بتساوي ايه؟ اعكس الكسر ده. قال لي الزتا فيها جتا على جا، يبقى الزتا جتا على جا. طيب في عندنا القا. قال لي القا دي مقلوب لان فيها حرف القاف. حرف القاف يعبر عن مقلوبات، فلما اقول قا يبقى 1 على جتا سيتا. طيب عندي نسبة القتا 1 على جا سيتا. يبقى حضرتك الظا جا على جتا، الظا جا على جتا، الزتا جتا على جا، القا 1 على جتا، القتا 1 على جا. في عندي متطابقة مهمة جدا، بيقول لك جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي 1. جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي 1. أي نسبة تقابلك فيها جا تربيع زائد جتا تربيع هتعوض عنها بواحد. من العلاقة دي عايزك تركز معايا. لو أنا خرجت الجتا دي بره يتبقى مين عندي؟ يتبقى جا تربيع. طب لما أنا أخرج الجتا، مش الجتا موجبة؟ هتخرج بره سالبه، يبقى 1 ناقص جتا تربيع. حلوه قوي العلاقه دي. يبقى واحنا بنحل هنقابل 1 ناقص جتا تربيع احط مكانه جا تربيع، 1 ناقص جتا تربيع بجا تربيع. خليك فاكر، خليكي فاكره الجا والجتا اخوات بيكملوا بعض. تلاقي جا حط الجتا، تلاقي جتا حط الجا. يعني ايه؟ يعني بص كده، لو جيت طلبت منك جتا تربيع سيتا، جتا تربيع هتخرج الجا بعكس الإشارة، يبقى 1 ناقص جا تربيع سيتا. خليك بقى فاكر وخليكي فاكرة، ما تحفظ، افهم. 1 ناقص جتا، الجتا حط أختها الجا، يبقى 1 ناقص جتا تربيع بجا تربيع، 1 ناقص جتا تربيع بجا تربيع، 1 ناقص جا تربيع بجتا تربيع. في متطابقة تانية مهمة جدا. 1 زائد ظا تربيع سيتا، 1 زائد ظا تربيع يدي قا تربيع، 1 زائد ظا تربيع يدي قا تربيع. عندي متطابقة أخيرة، 1 زائد زتا تربيع، 1 زائد زتا تربيع يدي قتا تربيع، 1 زائد زتا تربيع يدي قتا تربيع. أستاذ الفاضل، عايز تمشي كويس في الدرس ده لازم تكون حافظ النسب دي وتفهمها وانت شغال معايا. طيب في ملحوظة مهمة جدا، احنا هنخلي الصفحة دي للدرس كله. ايه الملحوظة دي؟ أي نسبة في مقلوبها، أي نسبة في مقلوبها بتساوي 1. أي نسبة في مقلوبها بواحد. إزاي يعني؟ هقول لك إزاي دلوقتي. يعني لما أجي أقول لك جا سيتا تتضرب في قتا، طب ما هي الجا مقلوبها قتا، ما تفكش بواحد. جا في قتا بواحد، نسبة في مقلوبها بواحد. وبرضه لما آخد الظا أضربها في الزتا، بدل ما تقعد تفك وتضيع وقتك، ظا مقلوبها زتا، ظا في زتا يديني 1. طيب جتا سيتا في قا سيتا، قال لي جتا في قا نسبة في مقلوبها يديني 1. هي دي السبورة اللي أنا عايزها منك. خد بالك بقى من الحتة دي. يلا صور لي الشاشة دي يا هندسة، هشتغل بيها الحصة كلها، مفيش حتة هعدي بيها إلا لما استخدم القوانين دي. طيب ارجع تاني بقى باذن الله رب العالمين. معانا 50 سؤال على حساب مثلثات كله. نبدا بالسؤال الاول. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدا، صلى على النبي. يلا اول سؤال، ظا في قتا. الظا قانونها ايه؟ قلنا جا على جتا. الظا جا على جتا، بينهم علامه ضرب. القتا 1 على جا. حلو جدا. ماشي، اعمل ايه؟ قال لي لما يديك كسرين مضروبين في بعض فكر في حته الحذف، انك تطير السمبوكسات مع بعض. بص كده يا حبيبي، هنا جا وهنا جا يروحوا مع بعض. فوق معاك ايه؟ معايا 1. وتحت معايا ايه؟ معايا جتا.
طيب هبص في الاختيارات مفيش واحد على جتا. طب ما واحد على جتا دي، ما الجتا دي مقلوب مين؟ مقلوب القا، يبقى واحد على جتا يديني قا، يبقى اخد الاجابه رقم ج. سؤال رقم 2 جا جتا ظا. جميله. طب اعمل ايه يا مستر في الجا والجتا والظا؟ قال له ولا تعمل اي حاجه، اي جا وجتا ملهاش قانون، تنزل زي ما هي. الجا هتنزل زي ما هي بينهم علامه ضرب، والجتا هتنزل زي ما هي بينهم علامه ضرب. الظا حاسب بقى، الظا دي نسبه مثلثيه عباره عن جا على جتا، حط جا على جتا. وبعدين خد بقى الحته مهارات حل دي، اي نسبه ملهاش مقام بين مقامها. طب اجيب مقام دي منين؟ قال لي مقامها واحد، بين الواحد ده، والنسبه دي بين مقامها واحد. وبعدين طير سمبوكسات، اي حاجه شبه بعض في السمبوكس مشيها، جتا مع جتا، يديني جا في جا بجا تربيع. عندك جا تربيع، عندنا ان شاء الله الاجابه رقم الف. السؤال رقم 3 5 جتا تربيع 30 زائد 5 جا تربيع 30. قلتها دي في بدايه الملاحظات في اول سبوره خالص. احنا اتفقنا ان جا تربيع عفريت زائد جتا تربيع عفريت كده يا هندسه القيمه بتاعتي بواحد. طب يا مستر هو ايه العفريت ده؟ معنى العفريت اي حاجه تتحط جنب الجا وجتا ما يشغلنيش. يعني يا مستر ال 30 دي كاني مش شايفها، برافو عليك، ال 30 دي هي العفريت. بس هنا في 5 وهنا في 5، اخد 5 عامل مشترك. وبعدين انا خدت ال5 تتبقى جتا تربيع 30 زائد جا تربيع 30. في مشكله؟ هنا في 5 وهنا في 5، اخد 5 عامل مشترك. خدت ال5 عامل مشترك، خلاص مش خدتها شيلها. اتبقى مين؟ جتا تربيع 30 زائد جا تربيع 30. حلو قوي، ال5 دي تنزل، نشيل القوس ده بعلامه ضرب. جتا تربيع 30 زائد جا تربيع 30 هي جا تربيع عفريت زائد جتا تربيع عفريت بكام؟ بواحد. العفريت ده اللي هي ال 30 بواحد، 5 في 1 يديني 5، يبقى الاجابه رقم الف. السؤال رقم 4 حلوه قوي المساله دي. ظا زتا على قا، ظا زتا على قا، اعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجه، ركز بقى معايا. ظا في زتا نسبه في مقلوبها يديني واحد، لسه قايلينها في ارجع لاول سبوره. ظا في زتا نسبه في مقلوبها بواحد، القا مالكش دعوه بيها. حلوه قوي. واحد على قا، في الاجابه واحد على قا؟ لا مفيش. طب هي القا دي مقلوب مين؟ مقلوب جتا، يبقى واحد على قا يديني جتا. عندك جتا، والاجابه رقم ب ان شاء الله. السؤال رقم 5 جا تربيع، ناخد بالنا من السؤال ده عشان مهم جدا 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 ومتوقع في امتحان 2026 ان شاء الله. جا تربيع 30، تنبيه هام جدا، اهم من الشرح. اي نسبه مثلثيه عليها تربيع ما ينفعش تشتغل عليها وهي كده. امال اعمل ايه يا مستر؟ قال لي هتروح تخلي التربيع بره خالص، يعني هنزل 180 ناقص سيتا اهي الزاويه، واخلي التربيع من بره. تمام، زائد خلي التربيع بره، ادي الجا 270 ناقص سيتا، وادي التربيع من بره. جميل جدا جدا جدا، ماشي. ارجع لي للترم الاول. الترم الاول كان عندي زاويتين مهمين جدا بيعملوا حاجه اسمها تأتأة للنسبه. ال 90 و270 يخشوا على الجا يخلوها جتا، ويخشوا على الجتا يخلوها جا. طب وال 360 و 180 بيحفظوا النسب زي ما هي. اتفقنا ان الربع الاول كان واخد كل، والربع الثاني كان واخد جا وقتا، والربع الثالث كان واخد ظا وزتا، الربع الرابع كان واخد جتا وقا. جميل جدا، ماشي. 180 هتعمل ايه في الجا؟ قال لي ال 180 ما بتعملش حاجه في النسبه. ال 180 وال 360 ناس محترمه ما بيغيروش النسبه، تقوم طالعه معايا جا سيتا، وبعدين التربيع بره زي ما هو اهو. بس في حاجه، في اشاره لازم تاخد بالك منها. 180 ناقص في انهي ربع؟ ادي ال 180 محصوره بين ربع تاني وربع تالت. طب حلو قوي. امتى تبقى ربع تاني؟ 180 ناقص. امتى ربع تالت؟ 180 زائد.
طب دي 180 ناقص، يبقى ربع تاني. سؤال بقى، مين في الربع التاني؟ الربع التاني فيه جا وقتا. طب دي جا وقتا؟ جا اهي، مش هحط اشاره سالبه، هسيبها موجبه. زائد 270 تتأتأ تخلي الجا جتا سيتا، وادي التربيع اللي بره. 270 ناقص، ادي ال 270 محصوره بين تالت ورابع. طب امتى اقول تالت؟ 270 ناقص. امتى اقول رابع؟ 270 زائد. طب دي 270 ناقص تبقى ربع كام؟ تالت. مين في التالت؟ مين قاعد في التالت؟ زوزطه. طب هل دي زوزطه؟ لا. طالما مش زوزطه، طالما قلنا لا، يبقى الاشاره سالبه. كمل. قال لي حضرتك التربيع بقى تقدر تنزله على الجا عادي، يبقى دي جا تربيع زائد، هنا دي تربيع وفي اشاره سالبه، التربيع بياكل السالب، تقوم طالعه معاك جاتا تربيع سيتا. جا تربيع زائد جاتا تربيع يديني واحد. اجابتنا واحد، الاجابه رقم ج. سؤال شاق شويه معلش، بس لو جه في الامتحان هيبهدل الدنيا. سؤال رقم 6 ان شاء الله بيقول لي 1 ناقص جا تربيع. على الناس اللي خدت الشاشه الاولى، 1 ناقص جا تربيع، الجا والجتا اخوات. 1 ناقص جا تربيع يديني جتا تربيع. طيب 1 ناقص جتا تربيع اختها جا تربيع. جميل جدا. طب هي الجتا على الجا تدي ايه؟ جتا على جا تدي زتا، والتربيع ينزل. عندك زتا، عندنا ان شاء الله الاجابه رقم د. السؤال رقم 7، خد بالك من السؤال ده عشان فيه ملحوظه مهمه جدا تتكتب في كشكول معاليك عشان خاطر مهمه. 1 ناقص جتا تربيع بيتا. ايه البيتا دي؟ وات اوف ذا مينينج بيتا؟ هي العفريت اللي قلناها من شويه، ماليش دعوه هي ايه اللي جنب الجتا. 1 ناقص جتا تربيع يديني جا تربيع بيتا زي ما هو كاتب، على الجا ملهاش قانون. حلو جدا. ناقص، شايف الواحد ده؟ ملحوظه مهمه جدا، لو الواحد جه في الاول ما بعوضش عنه، لو الواحد جه في الاخر، لو الواحد جه في الاخر، لو الواحد جالي في الاخر نعوض عنه بجا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا. حته احترافيه امتحانيه جامده قوي، مش اي حد ياخد باله منها، الطالب اللي بيذاكر بس. يعني انا الجا تربيع ملهاش قانون نزلت والناقص نزل، الواحد هشيله واحط مكانه جا تربيع بيتا زائد جتا تربيع بيتا. وطبعا قلنا بيتا عشان نفس الزاويه اللي موجوده في السؤال. طب ماشي، تعال. الجا تربيع اللي فوق ملناش دعوه بيها، والجا تربيع اللي تحت ملناش دعوه بيها. شايف السالب ده يخش يغير اشارات القوس، الجا دي موجبه تبقى سالبه، والجتا موجبه تبقى سالبه. وبعدين قال لي دي جا تربيع بالموجب ودي جا تربيع بالسالب يروحوا مع بعض كده. فوق معايا جا تربيع بيتا على سالب جتا تربيع بيتا. طب هي الجا على الجتا تديني ايه؟ تديني ظا تربيع بيتا، وفي سالب تحت يبقى الاجابه سالب ظا تربيع بيتا. عندك سالب ظا تربيع، الاجابه رقم الف. اسئله عارف ان هي مرهقه شويه، بس هتبقى قاعد بفضل الله في الامتحان تدعي لي. السؤال رقم 8 مهم جدا جدا جدا، مهم جدا. والسؤال ده اكتب لي جنبه كده عامل مشترك، فكرته بترجع لاخذان العامل المشترك. ازاي يا مستر؟ تعالى يا حبيبي، جا تربيع، جا تربيع، مش هنا جا تربيع وهنا جا تربيع، اخد واحده عامل مشترك وافتح القوس. انا خلاص خدت الجا، شيلها. اتبقى مين؟ ما تقوليش اتبقى ظا تربيع سيتا عشان ما ازعلش منك ومنك. ليه يا مستر؟ ما هي اللي قدامي ماشي، بس الجا دي في واحد قدامها مش مكتوب، يبقى واحد زائد ظا تربيع، يبقى هنا خدنا عامل مشترك. جميل قوي. جا تربيع سيتا تنزل، نشيل القوس بعلامه ضرب. واحد زائد ظا تربيع، ارجع للكاميرا، ارجع للشاشه اللي انت خدتها مني في اول الحصه خالص. واحد زائد ظا تربيع يدي قا تربيع، واحد زائد ظا تربيع يدي قا تربيع، واحد زائد ظا يدي قا.
ماشي. تعال نفك. اتفقنا الجا ملهاش قانون، اوعى تيجي عندها. في القا مقلوب مين؟ مقلوب الجتا، يبقى القا 1 على جتا تربيع. اتفقنا اي نسبة ملهاش مقام مقامها 1. مفيش حاجة هتطير مع حاجة، هضرب بسط في بسط ومقام في مقام، اللي فوق في بعضه واللي تحت في بعضه. جا تربيع في 1 بجا تربيع، 1 في جتا تربيع بجتا تربيع. طب هي جا تربيع على جتا تربيع من المفاهيم اللي خدناها في اول الحصه، جا على جتا يدي ظا، يبقى انا عايز من الاختيارات ظا تربيع. عندك ظا تربيع؟ ان شاء الله الاجابه رقم ب. السؤال رقم 9 حلو قوي، التاسع ده برضه. قا ناقص جا ظا، القا قانونها ايه؟ القا 1 على جتا ناقص تنزل، الجا ما بعوضش عنها، بينهم علامة ضرب، والظا جا على جتا. ماشي. أي نسبة ملهاش مقام مقامها 1. حاضر يا مستر، 1. ماشي. دي مالكش دعوة بيها، ليه؟ لأن في طرح هنا، أدي دي والطرح نزل، هضرب دول في بعض، في حاجة تروح مع حاجة؟ لا، خلاص اضربهم في بعض. جا في جا بجا تربيع، تحت 1 في جتا بجتا. جميل. ايه اللي حصل معاك؟ معايا كسرين بينهم علامة طرح، والمقام موحد، جتا وجتا. طالما المقام موحد بناخد نفس المقام تحت عادي خالص، وانزل البسط زي ما هو. هنا 1 والاشارة ناقص والجا تربيع تنزل. حلو جدا. 1 ناقص جا تربيع اختها تدي جتا تربيع، وتحت في جتا. طيب ايه شايف ايه؟ ماشي، 1 مع 1، 1 من تحت مع 1 من فوق، يبقى معايا جتا سيتا. عندك جتا سيتا اهو، ان شاء الله الاجابه رقم ب. السؤال رقم 10. جتا تربيع قتا. اصحى وصلي على رسول الله. الجتا تربيع ملهاش قانون. ماشي يا مستر. في القا 1 على جتا، في القتا 1 على جا. روعة. أي نسبة ملهاش مقام مقامها 1 أهو، مقامها 1. يلا. في سمبوكسات تمشي؟ يا حبيبي الغالي، يا غالي في. طب وريني. جتا دي تمشي مع 1، لما تيجي تشطب اشطب القص عشان تبقى شايف ايه اللي اتبقى. كده أصبح فوق معاك ايه؟ معايا جتا 1 و1، جتا في 1 بجتا. حلو جدا. تحت 1 وجا، 1 في جا بجا. جميل. طب يا جتا على الجا تدي ايه؟ تدي زتا. جتا على جا تدي زتا. الإجابة رقم ج إن شاء الله. السؤال رقم 11. جا قتا ناقص جتا تربيع. ماشي، صلى على رسول الله. حاضر يا مستر. مش دي جا في قتا؟ نسبة في مقلوبها ب1 اهو، 1 ناقص جتا تربيع سيتا تنزل. حلو جدا. 1 ناقص جتا تربيع تديني جا تربيع سيتا. عندك جا تربيع سيتا؟ عندنا الإجابة رقم أ. دي بسيطة قوي بس مش أي حد ياخد باله منها، بسيطة للي مذاكر بس. 12. جا تربيع زائد جتا تربيع زائد ظا تربيع. خدت بالك؟ ها؟ جا تربيع زائد جتا تربيع دي متطابقة مثلثية ب1 زائد الظا تنزل. مستر هو انت ما عودتش عن الظا ليه؟ قاعدة مهمة جدا وسؤال جميل منك ومنك. أي حاجة بعد ال1 ما تعوضش عنها. ليه؟ قال لي ما هو كده هتخش على قانون 1 زائد حاجة، ده كده قاعدة، عايز منك القاعدة. هتفك دي هتتوه، يبقى أي حاجة بعد ال1 ما تفكهاش. 1 زائد ظا تربيع يدي إن شاء الله قا تربيع سيتا. عندك قا تربيع الإجابة رقم د. سؤال 13. جا قا زائد 2 جتا قا زائد 3 ظا زتا. صلى على رسول الله. انت لسه واخد قاعدته. ها؟ فين القاعدة؟ تعال نشوف القاعدة فين. يلا هندسة. جا في قتا نسبة في مقلوبها ب1 زائد الاتنين دي هتنزل بينهم علامة ضرب. جتا في قا نسبة في مقلوبها ب1 زائد 3 تنزل بينهم علامة ضرب. ظا في زتا نسبة في مقلوبها ب1. فك كده.
1 زائد 2 في 1 زائد 3 في 1 يديك 6. يبقى الاجابه رقم د. يا خبر ابيض، ده كان شكله صعب قوي. ماليش دعوه بالشكل، خليك انت قاعد تدور على الاشكال. يلا هندسه. بيقول لي في السؤال رقم 14 1 زائد زتا تربيع. ارجع كده لكشكولك، ارجعي افتح كده، افتحي. 1 زائد زتا. مستر ابص في ايه؟ القافيه. 1 زائد زتا تدي قاتا، 1 زائد زتا تدي قاتا، يبقى دي قاتا تربيع سيتا. الضرب ينزل والجا ما بفكهاش. طب وبعدين؟ جتا في جا، قتا في جا، قتا في جا، نسبة في مقلوبها بواحد. الإجابة رقم د. سؤال 15 إذا كان ظا تربيع سيتا بيساوي 15 عايزين القا. سؤال لطالب شاطر، إيه علاقة الظا بالقا؟ ارجع لورقتك أول الحصة هتلاقي مكتوب فيها 1 زائد ظا يدي قا، 1 زائد ظا تربيع يدي قا تربيع، 1 زائد ظا يدي قا. مستر انت كتبت القانون ده ليه؟ ما انا بسأل سؤال. انت معاك معطى ظا ومطلوب قا، هل في علاقة بتربط الظا بالقا؟ ايوه اهي، 1 زائد ظا تربيع يدي قا تربيع، الواحد هينزل زائد الظا تربيع ب 15 بتساوي قا تربيع. حلو جدا. يبقى القا تربيع 1 زائد 15 يديني 16. اجابة رقم د. سؤال رقم 16 إذا كانت زتا سيتا بتلت عايزين قتا، هل في علاقة تربط الزتا بالقتا؟ أيوة إن شاء الله في. إيه هي؟ قول لي القافية يعني. 1 زائد زتا تربيع تدي قتا تربيع. يا سلام، تغنيها لي كمان؟ ماشي يا عم، تسلم إيدك. الواحد هينزل والزائد الزتا الواحدة بتلت. طب دي زتا تربيع يبقى تلت تربيع بتساوي قاتا تربيع. انا عايز القاتا تربيع، فك لي دي. يبقى قاتا تربيع سيتا بتساوي، هتفك دي على الآلة حضرتك، هتفك دي على الآلة تديك 10 على 9. عندك 10 على 9، عندنا الإجابة رقم ج إن شاء الله. كده حضرتك أول 16 سؤال الدرس الأول بس متطابقات مثلثية. معلش أنا طولت معاك شوية عشان أنا عايز أقفل الامتحان. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها المعادلات المثلثية. عشان تعرف تحل المعادلات المثلثية تعال معايا يا صديقي الصدوق كشكولك. يلا يا أستاذ بص معايا. المعادلات المثلثية بتحتاج مني إيه؟ أول حاجة بحتاج الشبكة البيانية المتعامدة. الربع الأول من 0 ل 90، والتاني من 90 ل 180، والتالت من 180 ل 270، والرابع من 270 ل 360. محتاج الشبكة دي. يلا صفحة جديدة اكتب من فوق حل المعادلات المثلثية الدرس الثاني. الربع الأول يا صديقي بياخد كلمة كل، والربع الثاني بياخد الجاء مع قتا، والربع الثالث بياخد الظا مع زتا، والربع الرابع بياخد الجتا مع القا. حلو جدا. طيب عايز أسأل سؤال. الربع الثاني جا وقتا، القانون بتاعه 180 ناقص سيتا. الربع الثالث 180 زائد سيتا. الربع الرابع 360 ناقص سيتا. كل ده انا محتاجه وانا بحل معادلات مثلثيه. جميل. في سؤال عايز اساله، السؤال ده هتساله وانت بتحل. الجا موجبه فين وسالبه فين؟ كل نسبه هتسالها لي السؤال ده. الظا موجبه فين سالبه فين؟ الجتا موجبة فين سالبة فين؟ تعالى يا هندسة صلي على رسول الله. الجا موجبة فين؟ موجبة في الربع اللي قاعدة فيه. تعالى نشوف الجا. الجا قاعدة في الربع التاني، صح؟ الجا قاعدة في الربع التاني، ماشي. يبقى موجبة في الربع الثاني. تبقى سالبة فين؟ في الربعين اللي مش قاعدة فيهم. هي قاعدة في التاني، يبقى سالبة فين؟ قال لي سالبة في تالت ورابع. حلو جدا. تعالى للظا. الظا موجبة فين؟ موجبة في الربع اللي قاعدة فيه. قاعدة فيه يعني اللي مكتوبة فيه. الظا موجبة فين؟ في التالت. يبقى الظا موجبة تالت. سالبة فين؟ في التاني والرابع. يبقى سالبة فين؟ تاني ورابع. طب الجتا موجبة فين؟ موجبة في الرابع.
طب سالبة فين؟ سالبة في تاني وتالت. لو انت فهمت ده الدرس خلص بفضلك يا ربي. طب تعالى ورينا يا مستر عشان انا بحب ايه؟ وقائع شوية. طيب سؤال رقم 17 بيقول لي إذا كان سيتا محصورة من 0 ل 360. أهلا بيك يا سيتا. وكان جا سيتا زائد 1 بتساوي 0. تعال نمسك دي. جا سيتا زائد 1 بتساوي 0. هخرج الواحد بعكس الإشارة يبقى جا سيتا بتساوي -1. حاسب. لو جيت عملت بالآلة ممكن الآلة ما تدكش الناتج. لازم تاخد بالك من الحتة اللي جاية دي. فاكر انت الترم الاول كان في عندنا حاجه اسمها دايره الوحده؟ ركز معايا وارسمها لي في كشكوله. دايره الوحده بتقطع محور السينات هنا في النقطه 1 و0 وهنا في النقطه -1 و0. تقطع الصادات هنا 0 و1. تقطع هنا 0 و1. طبعا انا عارف ان هنا من 0 ل 90 وهنا من 90 ل 180 وهنا 180 270 وهنا 270 360. ركز في الحته اللي جايه. انت عايز الجا ايه؟ سالبه. خدنا في الترم الاول ان الزوج المرتب عباره عن جتا جا، صح؟ يعني حضرتك الزوج المرتب اللي قدام مننا ده جتا وده جا، ده جتا وده جا، ده جتا وده جا، ده جتا وده جا. حلو قوي. انا عايز جا -1. فين هنا الجا سالبه؟ الجا سالب هنا الجاب 0 هنا الجاب 0 هنا الجاب 1. الجاب -1 عند قياس كام؟ 270. يبقى الاجابه بتاعتنا 270. يبقى لازم ان الشبكه دي تتحفظ مع سيادتك وسيادتك عشان تعرف تمشي كويس. سؤال رقم 18 نفس السؤال. جتا سيتا زائد 1. هتاخد الجتا سيتا زائد 1 تحطها قدام عين حضرتك اهي. المعادله دي خدناها حطيناها قدامنا. طلع دي بعكس الاشاره يبقى جتا سيتا بتساوي -1. ارجع لي لو سمحت كده. عاوز الجتا -1 اهي. جتا -1 قياسها كام؟ 180. يبقى انا كده السيتا بتاعتنا هنا ب 180. عندك 180 اجابه رقم ب. هتحفظ بس دايره الوحده بتقطع فين عشان تعرف تشتغل. سؤال رقم 19 حل معادله مثلثيه. عينيا يا حبيبي تعال. عشان احل دي اول حاجه تاخد المعادله 2 جا سيتا ناقص جذر 3 بتساوي 0. وبعدين هطلع الجذر 3 بعكس اشاره يبقى 2 جا سيتا بتساوي جذر 3. حضرتك وحضرتك انت بتاخد المعادله المثلثيه تحلها. دي سالب جذر 3 تخرج بعكس الاشاره موجب جذر 3. الجا قدامها كام؟ 2. اقسم على الاتنين يمين وشمال. دي هتروح مع دي تطلع معايا جا سيتا بتساوي جذر 3 على 2. حلو جدا. هروح امسك الآلة هعمل شيفت. انا بعمل خطوات عشان تفهم. شيفت ساين نص وادوس يساوي. تلاقي الآلة راحت مدياني 30 درجة. كده انا جبت قيمة سيتا الأولى. في قيمة هجيبها من الملخص اللي عملناه. وريني. تعالى كده نشوفه اهو. ارجع كده معلش تاني. هي دي ايه؟ دي جا. الجا اشارة ده ايه؟ اشارة موجبة. يبقى جا موجبة. جا موجبة. الجا موجبة فين؟ في الربع التاني. والربع التاني قانونه ايه؟ 180 ناقص. حلو قوي. يبقى انا هنا هقول له سيتا تقع في الربع الثاني. ليه؟ تاني هنسأل نفسنا سؤال. الجا موجبة فين؟ الجا موجبة فين؟ في الربع التاني. ايه قانون الربع التاني يا حضرات؟ 180 ناقص سيتا. سيتا اللي هي 30. تقوم طالع معايا كام؟ 150 درجة. يبقى انا عايز 30 وعايز 150. عندك؟ ان شاء الله الاجابة رقم ألف. حل معادلات عادية. والسؤال المهم اللي احنا بنسأله لنفسنا. سؤال تاني. 2 جتا سيتا زائد 1. اخد 2 جتا سيتا زائد الواحد بتساوي 0. اعمل فيها ايه؟ حلها كمعادله يا هندسه. حاضر هحلها لك دلوقتي. هطلع الواحد بعكس الاشاره يبقى 2 جتا سيتا 2 جتا سيتا 2 جتا سيتا. الواحد موجب يخرج سالب. وبعدين جتا قدامها 2 اقسم على 2 يمين وشمال.
الاتنين تروح مع الاتنين تقوم طالعة جتا سيتا بتساوي سالب نص. يلا همسك الآلة هعمل شيفت، خد بال حضرتك معايا، شيفت كوزاين نص. يا مستر ده في سالب، اوعى تدخل السالب على الآلة وادوس يساوي، تطلع سيتا بتساوي 60 درجة. حلوة قوي كده، انا جبت قيمة سيتا. في قيمة بجيبها من السؤال اللي بسأله لنفسي. السؤال ايه؟ دي جتا، الاشارة هنا ايه؟ سالبة. هقول جتا سالب فين؟ تعالى يا هندسة، الجتا سالبة فين؟ في الربع الثاني والثالث. يبقى الجتا سالبة، يبقى اقول له بما ان سيتا تقع في الربع الثاني او الثالث. ما هي قاعده في الرابع، ده الموجب بتاعنا، عايزها سالبه، يبقى في الثاني والثالث. ايه قانون الربع الثاني؟ 180 ناقص. ايه قانون الربع الثالث؟ 180 زائد 180 ناقص ال 60 تطلع 120، 180 زائد ال 60 تطلع 240. اختار مين يا مستر؟ شوف مديك سيتا تنحصر بين ايه؟ من 180 ل 360. طبعا ده مرفوض وده كمان، يبقى الاجابه بتاعتنا كام؟ 240. الاجابه رقم ب. طيب السؤال رقم 21 مجموعه حل المعادله دي. حاضر تعال حل معادله عاديه خالص بتاعه ابتدائي. يلا هنزل جذر 3 ظا سيتا بتساوي 1. مفيش حاجه تخرج بره بعكس الاشاره اهو، مخرجها لي جاهزه. الظا قدامها كام؟ جذر 3. هقسم يمين وشمال على جذر 3. ليه؟ عشان ده اللي قدام الظا، عشان تخلص من ده يروح مع ده، تطلع ظا سيتا بتساوي 1 على جذر 3. امسك الآلة هعمل شيفت تان، الظا اسمها تان، 1 على جذر 3 وادوس يساوي، تطلع سيتا بتساوي 30 درجة. حلوة قوي، انا كده جبت القيمة بتاعت الآلة. في قيمة بنجيبها احنا بنسأل نفسنا سؤال. الظا الإشارة هنا ايه؟ موجبة. تعالى يا هندسة، الظا موجبة. الظا موجبة فين؟ الظا موجبة في الثالث، والربع الثالث قانون 180 زائد، يبقى اقول له سيتا تقع في الربع الثالث. ايه قانون الربع الثالث؟ قلنا سيتا بتساوي 180 زائد ال 30، طلعت 210. عندك 210، عندنا 210. اجابه رقم ج ان شاء الله. سؤال 22 بيقول لي الحل العام. خد بالك بقى وخدي بالك من الحل العام. بص يا هندسه، الحل العام اخر خطوه بعد ما اخلص. حل بس معايا الاول واحده واحده كده وانا على الهادي اهو. اول حاجه هناخد المعادله، جذر 3 ظا سيتا ناقص 1 بتساوي 0. هطلع الواحد ده بعكس الاشاره، يبقى جذر 3 ظا سيتا ده سالب 1 يخرج 1. وبعدين الظا قدامها ايه؟ جذر 3. هقسم يمين وشمال على جذر 3. ده يروح مع ده، تقوم طالعه ظا سيتا بتساوي 1 على جذر 3. همسك آلتي واقوم عامل شيفت تان 1 على جذر 3 تطلع سيتا بتساوي 30. اسأل نفسك سؤال، الظا الإشارة هنا ايه؟ موجبة. الظا موجبة فين؟ هقول له بما أن سيتا تقع في الربع، الظا موجبة في الربع الثالث. ايه قانون الثالث؟ هقول له 180 زائد السيتا اللي هي 30، طلعت 210. خلصت؟ حلو قوي. هو عايز ايه؟ الحل العام. قال لي الحل العام للظا باخد القياس الصغير زائد 2، لا بدون 2، زائد باي نون. تاني باخد القياس الصغير زائد باي نون. ايه ده القانون بتاع الايه؟ الظا في الحل العام. طب مين الصغيره عندك هنا؟ دي 30 ودي 210. مين الصغيره؟ الصغيره ال 30. تقوم قايل لي الحل العام 30 زائد باي نون. ده في الاختيارات مفيش. قال لي ما عشان خاطر ال 30 دي لازم تجيبها لي
بالقياس الدائري، فتقوم واخد ال 30 كده على جنب ضاربها لي في باي على 180، تطلع معاك باي على 6. يبقى نشيل ال 30 ونحط مكانها باي على 6 زائد باي نون. عندك في الاختيارات باي على 6 زائد باي نون، ان شاء الله عندنا الاجابه رقم الف. يبقى انت حليت عادي معادله مثلثيه زي ما بنحل، وادي القانون بتاع الحل العام. الحل العام للظا باخد القياس الصغير. القياس الصغير مين في دول صغير؟ الصغيره مين؟ الصغيره 30، يبقى اخد ال 30 زائد باي نون، ثابته معاك. سؤال 23 الحل العام، هو ماسك في الحل العام ولا يهمك اي حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. يلا الحل العام هتاخد المثلثيه الاول تشتغل عليها. 2 جتا سيتا ناقص 1 بتساوي 0. المعادله دي اطلع الواحد بعكس الاشاره، يبقى 2 جتا سيتا بتساوي ده سالب 1 يخرج 1. الجتا قدامها 2 هتقسم على الاثنين يمين وشمال، 2 تروح مع 2 تقوم طالعه جتا سيتا، يبقى جتا سيتا بتساوي نص. هعمل شيفت كوزين نص تطلع السيتا بتساوي 60. يلا بقى نسأل نفسنا سؤال، الجتا الإشارة هنا إيه؟ موجب؟ الجتا موجبة فين؟ هقول له سيتا تقع في الربع، سيتا موجبة في الرابع. إيه قانون الرابع؟ الرابع 360 ناقص ال60 طلعت كام؟ 300. عايز الحل العام، قال لي خد بالك الحل العام للجتا عشان كلهم مختلفين عن بعض. بقول يا استاذ، قال لي بقول موجب او سالب الصغيره زائد 2 باي نون. حلوه الحته دي، موجب او سالب الصغيره زائد 2 باي نون، ثابته للجتا. طب مين الصغير؟ 60، يبقى هقول له حضرتك 60 الاول موجب او سالب، موجب او سالب 60 زائد 2 باي نون. ال60 ما تنفعش، هضربها في باي على 180، يبقى موجب او سالب 60 في باي على 180 تديك باي على 3 زائد 2 باي نون. انا عايز بقى دي من الاختيارات، دور لي على دي في الاختيارات، موجب او سالب باي على 3. خد بالك الاختيارات كلها ممكن يبقى عاكس، يعني ممكن يجيب ده هنا وده هنا، الجمع عمليه ابداليه. بص كده معايا، 2 باي نون 2 باي نون، موجب او سالب باي على 3، الاجابه رقم الف. يبقى الحل العام للجتا اكتب واكتبي عندك موجب او سالب الصغيره. ايه الصغيره؟ القياس الصغير، يعني دي 60 ودي 300. مين الصغيره؟ قال لي الصغيره 60، يبقى 60 موجب او سالب 60 زائد 2 باي نون. 2 باي نون دي ثابته بتتحفظ زي ما هي كده ان شاء الله. 24 الحل العام، ماشي، ما انا لازم اجيب لك على الثلاثه عشان لو جاب حل عام تبقى انت مستعد ان شاء الله. هناخد 2 جا سيتا ناقص 1 نشتغل عليها الاول، طلع الواحد بره، يبقى 2 جا سيتا السالب 1 يخرج 1. هقسم على الاثنين يمين وشمال، دي هتروح مع دي تطلع جا سيتا بتساوي نص. هعمل شيفت ساين نص تطلع السيتا ب 30. حلو قوي. سؤال، الجا موجبه فين؟ قال لي سيتا تقع في الربع، هي موجبه في الثاني. حلو جدا، يبقى السيتا بتساوي 180 ناقص ال 30، ما هي الربع الثاني قانونه 180 ناقص ال 30، طلعت كام؟ 150. طب الحل العام بالنسبه للجا، قال لي الجا رخمه شويه، بتاخد كل قياس تشتغل عليه. يعني ايه؟ يعني هقول له الحل العام هناخد ال 30 زائد 2 باي نون، وهناخد ال 150 زائد 2 باي نون، يعني مره الكبيره زائد 2 باي نون ومره الصغيره زائد 2 باي نون. اعدلها، قال لي دي عشان تتعدل هضرب ال 30 في باي على 180، طلعت باي على 6 زائد 2 باي نون. طب ال 150 اضرب 150 كده، 150 في باي على 180، طبعا هنا صفر راح مع الصفر، على 3 في 5 على 3 في 6، دي تديك 5 على 6 باي زائد 2 باي نون. شوف مين بقى في دول موجود في الاختيارات. عندي باي على 6 زائد 2 باي نون، الإجابة رقم ب. يبقى الحل العام للجا هتشتغل على الزاويتين. الحل العام للجا بنعمل ايه؟ بناخد الصغيرة عشان اللي بيكتب ورايا زائد 2 باي نون، وبناخد الكبيرة زائد 2 باي نون.
الله يفتح عليكم ان شاء الله وموفقين في امتحان باذن الله. كده انا خلصت الدرس رقم 2، داخل على الدرس رقم 3. بيتكلم عن ايه الدرس رقم 3؟ بيقول لي حل المثلث القائم الزاوية. اكيد طبعا هنجيب ورقة جديدة ونكتب فيها القانون بتاع الدرس. عايز تقول ايه؟ بسم الله. عايز اقول بسم الله. يلا. انت هتشتغل في الدرس الثالث على الجا والجتا والظا بتوع ثالثه اعدادي. ادي المفاجأة. الجا بتساوي المقابل على الوتر، والجتا بتساوي المجاور على الوتر، والظا بتساوي المقابل على المجاور. لازم يتحفظوا. طب انا اصلا عندي مشكلة في حتة المقابل والمجاور والوتر دي. اعملها ازاي؟ تعالى معايا. ده مثلث اهو قائم اسمه أ ب ج. الزاوية دي 50 درجة. عايز اجيب المقابل ليها. احنا كلمة مقابل بنستخدمها في حياتنا. انا واقف كده، مين المقابل ليها؟ حضرتك في وشك على طول اهو. فلما اجي اقول لك ده 3 وده 4 وده 5، ال50 دي فين المقابل ليها؟ اهو. حلو قوي. يبقى ده اسمه مقابل. طب ال4 اسمها مجاور عشان جارتها جنبها تحتها، والخمسة دي ايه؟ وتر. هو ده اللي انت عايزه في الدرس رقم 3، حل المثلث القائم. الجا مقابل على الوتر، والجتا مجاور على الوتر، والظا مقابل على المجاور. نشوف اسئلتنا. سؤال رقم 25 باذن الله رب العالمين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلث في الشكل المقابل هيجي لك كده ان شاء الله. تقوم حضرتك رايح كاتب المسميات على المثلث. مش دي زاويه؟ ده مين؟ قال لي ده مقابل. وده مين؟ ده مجاور. وده مين؟ ده وتر. حلو قوي. هو عايز ايه؟ ألف ج. تقوم رايح عند ألف ج مبينه. فين ألف ج؟ أنا عايز ده. علامة استفهام يا هندسة. يبقى كده حضرتك بتشتغل على ايه؟ بشتغل على المعطى اللي هو مقابل، وبشتغل على المطلوب اللي هو وتر. ايه النسبة اللي فيها مقابل وتر؟ مقابل على وتر يعني جا. جا مين بقى؟ جا القياس اللي انا واقف عنده. جا 32 بتساوي ايه؟ قانون الجا مقابل اللي هو كام؟ 7 على الوتر اللي هو ألف ج اللي عايزه. دي مقامها 1 واعمل مقص. طب انا عايز الألف ج. اكتب ألف ج بتساوي شرطة كسر. مين معاك في المقص؟ جا 32 تبقى تحت في المقام. طب وفوق 1 في 7. هتدخل على الآلة وتطلع الناتج وتختار. مثال بعديه 26 نفس المسألة غيرت أرقام عشان الناس اللي ما فهمتش. يلا يا أستاذ يلا يا أبلة. الزاوية دي ده اسمه إيه؟ قال لي مقابل. أفضل حاجة تعملها إن أنت تسمي. ده اسمه إيه؟ مجاور. اسمه إيه؟ وتر. ماشي. هو عايز إيه؟ س ص. أنا عايز ده. طب يلا كده أنت معاك مقابل ومعايا وتر. مقابل على وتر تبقى إيه؟ تبقى جا. يبقى اقول له جا. انت واقف عند مين؟ عند 35 بتساوي فين المقابل؟ س ص هو عايزه. فين الوتر؟ الوتر ب 12. دي مقامها كام؟ 1 واعمل مقص. انا عايز السين ص صح كده؟ شرطة كسر. مين مع س ص في المقص؟ 1 تحت وفوق 12 في جا 35. ما تنسوش وانت بتدخل ده على الآلة تقفل القوس بتاع الزاوية عشان ما تدينيش ماس ايرور. 27 في الشكل المقابل. انت جايب كام مسألة؟ انا منوع عشان خاطر ما تقفش. يلا ده اسمه ايه؟ قال لي ده اسمه مقابل. وده اسمه ايه؟ مجاور. وده اسمه ايه؟ وتر. طيب انت عايز ايه؟ انا عايز ب ج. ب ج اهو. مين ده؟ مجاور. والمعطى وتر. مين مجاور على وتر؟ قال لي دي نسبة عندنا اسمها جتا. جتا ايه بقى؟ جتا الحرف المعلوم اللي هي 42. جتا 42 بتساوي مجاور. مجاور ب ج على الوتر اللي هو 18. دي مقامها كام؟ 1 واعمل مقص. انا عايز ب ج. مين معايا في المقص؟ 1 تحت وفوق 18 في جتا 42. الا اطلع الناتج واختار على طول.
28. انت مكرر ليه يا استاذ الفاضل؟ الدرس ده ما فيهوش غير المثال ده، فبندي كذا مثال عليه، ودي اهم اسئله موجهه بتركز عليها. ماشي. هنا بقى الدنيا اختلفت. لا ما اختلفتش، مثلث اتقلب. انا جاهز ان شاء الله. دي الزاويه المعلومه، ده اسمه ايه؟ مقابل. طب ده اسمه ايه؟ مستر انا مش عارف. طب ده اسمه ايه؟ مش عارف. صلى على رسول الله. مش دي قايمه؟ اللي في وش القايمه اسمه وتر. ايوه كده، اضحك بقى واضحكي. يبقى ده اسمه ايه؟ مجاور. هو عايز ب ج، ادي ب ج، انا عايز ده اسمه ايه؟ مجاور. وده اسمه ايه المعطى؟ مقابل. مقابل على المجاور تدي ظا، يبقى اقول له ظا. انا واقف عند مين؟ عند 45 12. تكتبها زي ما هي كده، بتساوي. فين المقابل؟ مقابل 6. فين المجاور؟ ب ج. دي مقامها ايه؟ 1 واعمل مقص. انا عايز الب ج، مين معايا في المقص؟ ظا 45 12. حلو قوي. فوق 1 في 6. اضرب على الآلة، طلع لي الناتج، اختار على طول. سؤال 29. دخلت على الدرس رقم 4 ذوات الارتفاع والانخفاض. قلت لك هتحل بالمثلث بفضل الله اللي من علينا ربنا بيه. هو مثلث مختصر جدا، بسهل عليك الحل بيه. قلنا المثلث ده يا استاذ الفاضل فوق ارتفاع، هنا بعد، هنا ظا. مع العلم لو بجيب ارتفاع بعد اي حاجه عن القمه بستبدل الظا بالجا. ازاي؟ هنعرف دلوقتي. بيقول لي طائره ورقيه طول خيطها 42، فاذا كان قياس الزاويه التي يصنعها الخيط مع الارض الافقيه يساوي 63، عايز ارتفاع الطائره. انا كده يا استاذ الفاضل عايز الارتفاع. الاختصارات بتاعتنا ان شاء الله، الارتفاع بيساوي، القانون بيقول لك البعد في ظا. قال لي لا، هقول البعد في جا. ليه هنا خدت جا؟ لان عايز ارتفاع الطائره عن سطح الارض. ادي الارض وادي الطائره. طبيعي لما اجي اجيب ارتفاع الطائره عن سطح الارض يبقى انا كده بجيب قمه. طول ما بجيب قمه بستبدل الظا بالجا على طول. البعد اللي هو 42 في جا 63. تضرب دي على الآلة وتطلع الناتج وتختار بإذن الله. وخد بالك من السؤال ده، وخدي بالك سؤال مهم جدا جدا جدا، ناخد بالنا منه كويس قوي يا حضرات عشان مهم قوي. تاني، أنا عايز ارتفاع الطائرة عن سطح الأرض. ارتفاع طائرة عن سطح الأرض في الحالة دي أنا بجيب قمة. طالما بجيب قمة يبقى بستبدل الظا بالإيه؟ بالجا. السؤال التاني بيقول لي سلم يستند بأحد طرفيه على حائط سلم، يعني على حائط رأسي، وارتفع عن سطح الأرض 3.8 متر، والطرف السفلي للسلم على الأرض وقياس زاوية ميل السلم على الأرض 64، فإن بعد الطرف السفلي عن الحائط. مثلثنا الجميل فوق ارتفاع، هنا بعد، وهنا ظا. أنت عايز إيه؟ عايز بعد. عايز بعد، يبقى أقول له البعد بيساوي الارتفاع. ارتفاع قد ايه؟ يرتفع عن سطح الارض 3.8. حلو قوي. ظا تنزل زي ما هي، والسيتا ب 64. تاني، انا عايز بعد يبقى ارتفاع على ظا. الاختصارات ديت هتميزك عن اي طالب تاني. هتحل السؤال كانه مش موجود. الاسئله دي عشان تتحل ورب الكعبه الطلبه بيتعاني منها، ومسيرك تسمع ومسيرك تسمعي. انا عايز بعد ارتفاع على ظا. ارتفاع هو يرتفع عن سطح الارض يبقى 3.8. ارتفاع على ظا سيتا، ادي الظا والسيتا بكام؟ ب 64. طب ليه خدنا الظا ما خدناش جا؟ هو هنا في قمه؟ اي قمه بستبدل الظا بالجا. هنا عايز بعد الطرف السفلي عن الحائط. طيب سؤال رقم 31. من نقطه على بعد 8 امتار من قاعده شجره وجد ان قياس زاويه ارتفاع، سيبك من كل ده، عايز ايه؟ ارتفاع الشجره. يبقى اقول له الارتفاع، مثلثنا الجميل مثلث نجم الجيل، الارتفاع بيساوي ايه؟ مثلثك اهو، الارتفاع فوق، هنا بعد، هنا ظا. يبقى الارتفاع مفيش شرطة كسر هندسة. شيل بقى دي خالص. تعالى بقى يلا، هقول له الارتفاع بيساوي البعد في ظا سيتا. البعد بكام؟ اهو بعد 8، يبقى 8 في الظا تنزل فين؟ السيتا اللي هي 22 درجة. تدخل على الآلة بفضل ربنا وتطلع الناتج على طول وتدعي لي وانت شغال. 32. من قمة صخرة ارتفاعها 180 متر من سطح، ما تقراش. عايز ايه؟ عايز مقدار قياس زاوية الانخفاض.
مثلث نجم الجيل، ارتفاع، بعد، ظا. انا عايز ايه؟ زاويه، عايز دي، يبقى اقول له ظا سيتا بتساوي الارتفاع، ارتفاع 180، البعد يبعد 300. فك دي بالآلة، طلع الناتج، اختار يا هندسه. رصد شخص من قمة جبل، سيبك من كل ده، عايز المسافة بين النقطة والراصد. خد بالك من دي، بيقول لك ايه؟ رصد شخص من قمة جبل، يعني الشخص واقف فوق، ادي مثلا الجبل والشخص فوق كده. انا بشتغل على قمة، يبقى استبدل الظا بالجا. برافو. انت عايز ايه؟ عايز المسافة. المسافة دي اللي هي ايه؟ البعد. انت كده عايز البعد؟ حاضر. هقول له البعد بيساوي الارتفاع على ظا. لا مش على ظا بقى، ما تألفش، ما دي قمة. عرفت ان هي قمة، ما بيقول لي اهو المسافة بين النقطة والراصد، يبقى كده انا عايز قمة، يبقى استبدل الظا بايه؟ بجا سيتا. يلا الارتفاع بكام؟ ارتفاع 256، وادي جا، والسيتا بكام؟ 63. اضرب دي على الآلة وطلع الناتج على طول. 34 من قمة برج، سيبك من كل ده، عايز بعد الجسم عن القاعدة. بعد عن القاعدة يبقى ده مش قمة، يبقى البعد بيساوي، البعد بيساوي ايه؟ الارتفاع. البعد بيساوي الارتفاع على ظا سيتا. بتحل الدرس كأنك بتجمع وتطرح. ارتفاع 60، الظا اهي، سيتا بكام؟ 28 درجة، 36 دقيقة. تفك دي وتطلع الناتج على طول. دخلنا في محيط القطاع، والقطاع مهم جدا جدا، وهتجيب عليه سؤال ان شاء الله في الامتحان، ناخد بالنا منه. ورقه جديده، صفحه جديده. القطاع الدائري. ايه القطاع الدائري؟ ملخصه قدامك اهو، هتحل فيه كويس جدا ان شاء الله. قال لي القطاع الدائري ليه قانونين. قال لي نص لام نق، طبعا المساحه بتساوي نص لام نق ونص دائري نق تربيع. ايه ده يا استاذ؟ القطاع الدائري هيطلب مني المساحه، ليها قانونين، نص لام نق، نص دائري نق تربيع. طب هو شكله ايه؟ بص كده، دي دايره وده مركز الدايره، ده نصف قطر وليكن اسمه م الف، ده نصف قطر وليكن اسمه م ب. فين بقى القطاع؟ اهو يا هندسه اللي بالاحمر، هو ده القطاع الدائري. المنطقه المحصوره بين انصاف الاقطار وقوس الدايره. حلو قوي. يبقى المساحه ليها قانونين، نص لام نق، نص دائري نق تربيع. ايه تاني؟ هتحتاج سيادتك المحيط. المحيط بيساوي ايه؟ بيساوي 2 نق زائد لام. بس كده يا مستر؟ في بقى ملحوظه، علشان نحول الى قياس لازم تاخد بالك. ممكن تبقى عايز دائري عشان الدرس اللي بعده، ممكن تبقى عايز 60. عشان احول لدائري قال لي نضرب في باي على 180. عشان احول ل60 قال لي نضرب في 180 على باي. سبورتك معاك بفضل الله، حل اي سؤال. هيا بينا يا صديقي صدوق، هيا. بيقول لي ايه في السؤال ده؟ بيقول لي محيط القطاع الذي طول قوسه 4. حول المعطيات لحروف، يبقى لام ب4. طول قوسه يعني لام. طول قطر دائرته، طول قطر ما ينفعش، هجيب النق. القطر ب10 يبقى نق ب5. اكتب لنفسي كده نق ب5. انت عايز ايه يا عم الحاج؟ انا عايز محيط القطاع. عينيا. هقول له المحيط بيساوي 2 نق زائد لام. 2 هتنزل، نق ب5 لام ب4. فك دي تديك 14 سنتيمتر. إجابة رقم ألف. 36 مساحة القطاع الدائري الذي قياس زاويته 1 و2 دائري. يبقى كده أنا معايا دائري. عرفت منين؟ يا ولا ما حاطط همزة من بره أهو. ماشي. نصف القطر يبقى مديني نق بكام؟ ب4 سنتي. عايز ايه؟ انا عايز المساحة. طب ما انا عارف ان المساحة ليها قانونين، نص لام نق ونص دائري نق تربيع. طب ما انا معايا دائري، يبقى اخد القانون التاني، نص دائري نق تربيع. نص هينزل، فين الدائري؟ اهو 1 و2. فين النق؟ 4 تربيع. انا وطلع الناتج واختار على طول ان شاء الله.
سؤال 37. مساحة القطاع الدائري الذي قياس زاويته 120 درجة. حاسب كده معايا قياس 60 ب 120 درجة. ما ترفعش وشك تكمل قراية. قياس 60 ما ينفعش. اروح اجيب القياس الدائري. كتبت لك في ملخص الدرس ده عشان احول لدائري تاخد ال 120 تضربها في باي على 180. تطلع معايا كام؟ تطلع معايا 2 على 3 باي. كده انا جبت دائري. ثم كمل قرايه. نصف القطر نق بكام؟ قال لي نق ب 3 سم. عايز ايه؟ عايز مساحه القطاع. على عيني. المساحه بتساوي، عندي قانونين، نص لام نق، نص دائري نق تربيع. انا معايا دائري يبقى نص دائري نق تربيع. نص هينزل فين الدائري؟ 2 على 3 باي. فين النق؟ النق ب3 وهي تربيع. طب دي تتفك ازاي؟ قال لي حضرتك شايف انت الباي دي خليها بره واضرب دول بالآلة. نص في 2 على 3 في 3 تربيع. طبعا دي هتروح مع دي ودي تروح مع واحدة يبقى الإجابة 3 باي. عندك 3 باي، عندنا الإجابة رقم ألف. ماشي. 38. مساحة القطاع الدائري. سؤال مهم جدا ومتوقع في الامتحان. اشمعنى ده؟ عشان ده جايب الدرس كله. مساحة القطاع الدائري الذي محيطه 12. هقول له بما أن المحيط بيساوي 2 نق زائد لام. كتبت قانون المحيط. محيط بكام يا هندسة؟ ب 12. يبقى تحت المحيط احط 12 يساوي الاتنين دي هتنزل. نق يعني ايه؟ نصف القطر. مش مديني، تنزل زي ما هي نق زائد لام ب6. وبعدين هاخد ال6 الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى 12 دي موجبة تروح سالبة. وادي الاتنين نق اللي بره. 12 ناقص 6 يبقوا 6 بتساوي 2 نق. أنا عايز النق أقسم على الاتنين يمين وشمال. تطلع النق الواحدة بكام؟ 6 على 2 فيها 3. يبقى النق ب3 سم. هو عايز ايه؟ عايز مساحة القطاع. على عيني. هقول له مساحة القطاع بتساوي، عندي قانونين للمساحة، نص لام نق نص دائري. معاك ايه؟ معايا قوس، معايا لام. يبقى نص لام نق، نص ينزل لام بكام؟ 6 اهي. طول قوسه 6 نق لسه جايبينها ب3. تفك دي تديك 9. يبقى المساحة بتاعتنا ب9. 39. مساحة القطاع الدائري الذي طول نصف قطر دائرته. كده معايا نق. معاك نق بكام؟ معايا النق يا هندسة بتساوي 4 سم. وايه تاني؟ محيطه. ما ينفعش امتحان من غير محيط مساحة. ما ينفعش اتنين مع بعض. هروح اقول له بما ان المحيط بيساوي 2 نق زائد لام. المحيط بكام؟ قال لي المحيط ب20. يبقى تحت المحيط احط 20 يساوي 2 تنزل في النق نصف القطر 4. يبقى 2 في 4 واللام تنزل. هنزل 20 زي ما هي. 2 في 4 ب8 زائد لام. وادي ال8 الناحية التانية. يبقى 20 ناقص 8 بتساوي اللام. يبقى اللام بتساوي 12. هو عايز ايه؟ مساحة القطاع. هقول له مساحة القطاع بتساوي نص لام نق. نص هينزل اللام ب12 والنق بكام؟ ب4. فك دي تديك 24. يبقى الإجابة رقم ج إن شاء الله. سؤال 40. محيط القطاع الدائري الذي مساحته. إيه ده؟ أسئلة عايزة واحد فاهم. محيط القطاع. ما تجريش تكتب قانون المحيط لأن في معطى موجود لازم تستخدمه. يبقى أروح أقول له بما أن المساحة بتساوي، اخد انهي قانون المساحه؟ مديني طول القوس معطى اهو. يبقى اخد قانون القوس نص لام نق. المساحه بكام؟ 24 يساوي نص هينزل في لام ب8 في نق مش موجوده. 24 تنزل نص في 8 يديك 4 بالآلة. وادي النق ضربنا النص في ال8. نق قدامها 4 اقسم يمين وشمال على 4. دي هتروح مع دي تطلع معاك نق. 24 على 4 فيها 6 يبقى نق ب6. هو عايز محيط القطاع.
عينيا. محيط القطاع بيساوي 2 نق زائد لام. 2 هتنزل، النق لسه جايبينها ب6 واللام بكام؟ ب8. فك دي يديك 20. عندك 20 نجيبها رقم ألف. سؤال رقم 41. دخلت على الدرس رقم 6. القطع الدائرية. والقطاع والقطع بينهما شعرة. لو أنا ما فهمتش المعنى وشكله ممكن أحله غلط. يلا ورقة جديدة، يلا يا هندسة ورقة جديدة عشان أشتغل. صفحة جديدة، اكتب لي على العنوان بتاعها القطعة الدائرية. القطعة الدائرية، الملخص ده معاك قبل ما تحل. القطعة الدائرية شكلها الأول ادي نصف القطر م ألف م ب، ده نق وده نق، وفي هنا وتر. قال لي القطعة الدائرية هي المنطقة المحصورة بين المنطقة المحصورة بين القوس وبين الوتر، هي الحتة اللي بالأسمر دي. ماشي. طب هحتاج ايه؟ قال لي هتحتاج المساحة. المساحة بتساوي نص نق تربيع دائري ناقص جا سيتا. حلو جدا. طيب في حاجة مهمة من الترم الأول هنحتاجها، أو المثلث ده لام دائري نق، برضو اكتبه عندك. وفي ملحوظة لازم تاخد بالك منها، الملحوظة دي بديها لك هدية. لو نصف القطر بيساوي الوتر، يبقى عارف يبقى ايه؟ يبقى الزاوية بتساوي 60 درجة. حاجة ليك انت، هدية مني ليك. يجي في السؤال اقول لك نصف القطر بيساوي طول وترها، يبقى الزاوية ب60. ده اللي انا محتاجه في القطعة الدائرية. تعال نروح نحل بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاك يا هندسة؟ معايا مساحة قطعة دائرية. من ضمن التعليمات ومن ضمن أساليب الحل، أي مساحة قطعة دائرية وأنا مغمض عيني كده أروح أجيب دائري وأجيب ستيني من غير ما أفكر. أول لما أشوف كلمة مساحة قطعة دائرية، تمام. نصف القطر معايا نق ب8 وقياس زاويتها 135 درجة، يبقى هنا 135 درجة. أروح أجيب الدائري، أخد 135 أضربها في باي على 180 وأفك دي، هطلع قيمة الدائري. بعد ما طلعت الدائري والستيني أروح أجيب المساحة. أنا خلصت. يا سلام، بس كده؟ ما هي الفكرة بقى إنك أنت إزاي تجيب دائري وستين. كتبنا قانون المساحة. تاني هندسة، تاني بعد إذن معليك. مساحة القطعة الدائرية، أول لما تلاقي في أي سؤال مساحة قطعة دائرية غمي عينك، هات دائري هات ستيني، هات دائري هات ستيني. كتبت دائري كتبت ستيني. مديني 135 درجة يبقى ده قياس 60. أروح أحوله لدائري، أفك دي وأطلع الناتج. أكتب قانون المساحة، كتبنا نص هينزل فين النق؟ أهي قلنا 8، يبقى 8 أس 2. افتح القوس. فين الدائري؟ اللي هيطلع من هنا يا حضرات اكتبوا لي هنا ناقص جا والسيتا اللي هي 135 درجة. تضرب على الآلة وتطلع الناتج على طول. في مشكلة هندسة كده؟ أهم حاجة عندي تاخد بالك من الجزئية دي كويس عشان تعرف تحل. سؤال 42. مساحة القطعة الدائرية. مستر قال لي غمي، هات دائري هات 60. ماشي غمينا يا مستر، جبنا دائري و60. عندك ايه بقى؟ تعال نشوف عندنا ايه. معايا 1 و4 في همزة من بره، يبقى احط الهمزة مع الهمزة كده. فاضل ال60. تعال نجيب ال60. 1 و4 في، لما احب اجيب 60 اضرب في 180 على باي. وما تنساش بعد ما تخلص دي على الآلة تدي كومة. ليه يا مستر؟ عشان لازم القياس بالدرجات والدقايق والثواني. بعد ما جبت القياسين اروح اجيب المساحة. المساحة بتساوي ايه؟ نص نق تربيع دائري ناقص جا سيتا. النص هينزل. فين النق؟ نصف قطرها 12، يبقى 12 بس تربيع عشان دي نق تربيع. فين الدائري؟ 1 و4 ناقص الجا هتنزل، وطبعا السيتا اللي هو طلع من ده على الآلة، هتدخل ده على الآلة وتدوس كومة هيطلع معاك قياس بالدرجات والدقائق والثواني. شيله من هنا حطه لي هنا، وبعد كده دخل لي الناتج ده كله على الآلة. نشوف الآلة كده.
1.4 في عايز اعمل 180. ال 180 شيفت اكسبت اهي على الاول فوق معذرة فوق في 180 تحت الباي شيفت اكسبت يساوي في كوما اهي ادوس عليها طلعت 80 درجة و12 دقيقة و50 ثانية. هينزلوا دول هنا مكان السيتا اهو. طب انا عايز بقى ادخل كل ده على الآلة. تعالى معايا اهو. هعمل نص الاول شرط الكسر. انت معايا برضو ها. نص في افتح قوس 12 أس 2 افتح قوس تاني 1.4 ناقص الجا اسمها ساين. هكتب من الشمال 80 كوما 12 كوما 50 كوما اقفل القوس يساوي طلعت 29 و84. 29 و84. طبعا لما اجي انا ادور على الاجابه 29 و84 اقرب اجابه ليا طبعا ال8 تزود تبقى تطلع معاك 30 يبقى الاجابه 30. طبعا الاسئله دي مهمه جدا وخد بالك عشان القطعه من الاسئله المهمه. مساحه القطعه الدائريه اعمل دائري زي ما انت اتفقت معايا واعمل 60 يا استاذ. طالما قال لي مساحه قطعه دائريه ما تفكرش في اي حاجه غير انك تجيب دائري و60. نصف القطر 10 نقب 10. طول قوسها يعني لام ب5. في ورقه المفاهيم بتاعت الدرس ده قلت لك هنحتاج المثلث بتاع الترم الاول. جه ميعاده اهو. انا عايز دائري لام على نق. الدائري لام على نق. الدائري لام على نق. لام ب5 النق ب10 5 على 10 يديني نص. جبت الدائري. روح هات الستيني هتاخد النص تضربه في 180 على باي. يلا آلتك فين؟ يلا يا هندسة يلا معايا. في هعمل كسر 180 على باي. الباي شيفت اكسبت يساوي كوما راحت طالعة 28 درجة 38 دقيقة 52 ثانية. حلو جدا. كده انا عملت ايه؟ كده انا جبت الزاوية. تعالى بقى نجيب المساحة. قال لي المساحة بتساوي نص نق تربيع دائري ناقص جا سيتا. النص هينزل فين النق؟ النق فوق اهي نصف القطر 10 يبقى 10 تربيع. افتح القوس دائري الدائري بنص ناقص جا السيتا تكتب القياس كله وخد بالك وانت بتدخله على الآلة. يلا آلتك معايا وانا آلتي معايا. آلتك يلا يا استاذ يلا يا أبلة يلا كله يعمل ها. نص 1 على 2 1 على 2 تعالى بالجنب في افتح قوس 10 أس 2 افتح قوس تاني نص اهو 1 على 2 تعالى بالجنب ناقص ساين. تعالى من ناحية الشمال 2 8 كوما 3 8 كوما 5 2 كوما اقفل القوس يساوي. طلعت 1 علامة 0 2. طلعت 1 علامة 0 2 عندنا ديت اقرب اجابة ليها بعد التقريب هتبقى 1 علامة 0 3. اكيد باينة اهي 1 علامة 0 2 1 علامة 0 3 اكيد هو قرب. دي اقرب اجابة ليا. ده سؤال رقم 43. سؤال 44 مساحة قطعة دائرية. مساحة قطعة دائرية. قطعة دائرية قلنا ايه؟ قلنا اول ما الاقي قطعة دائرية اجيب دائري واجيب ستيني. طب مستر ده بيقول لي طول وترها 18 ونصف قطرها 18. طب ما انا مديك الملحوظه دي في اول الحصه خالص في الدرس ده. قلنا لما يديني الوتر بيساوي نصف القطر تبقى الزاويه بتاعتنا ب 60 درجه. لما يديني الوتر خد بالك معايا ادي دايره اهي. ده المركز ده نصف قطر دي ميم ده الف ده ب. لما اقول لك الوتر 18 ونصف القطر 18 وده كمان نصف قطر اصبح الاضلاع متساويه يبقى الزاويه ب 60. ده السبب لكن مش عايزك تعرف اسباب. طالما الوتر بيساوي نصف القطر يبقى الزاويه بتاعتنا بكام؟ ب 60 درجه. اروح اجيب الدائري بتاعها اخد ال 60 اضربه في باي على 180 تطلع باي على 3. يلا عايز المساحه
هقول له المساحة بتساوي نص نق تربيع دائري ناقص جا سيتا. نص هينزل فين النق؟ نصف القطر 18، يبقى 18 أس 2 افتح قوس دائري باي على 3 ناقص جا السيتا ب60. يلا كلنا مع بعض كده بآلاتنا. يلا يا أستاذ. نص 1 على 2 تعالى بالجنب في افتح قوس 18 تربيع افتح قوس تاني باي شيفت اكسبت على 3 تعالى من الجنب ناقص الجاس مع ساين 60 واقفل القوس يساوي طلعت 29 و34. شوف بقى الإجابة الأقرب 29 و34. هل دي تديني 30؟ بص بقى العلامة العشرية دي شايفها؟ اللي قبليها لو 5 فأكثر يزود، أقل من 5 ما يزودش. طب دي 3 قال لي كده ما تزودش، يبقى الإجابة بتاعتنا 29 بس. خد بالك من حتة التقريب دي. 45 دخلت في آخر درس والدرس رقم 7 ومعايا كده المساحات. يلا ورقة جديدة يا هندسة، ورقة جديدة يا أستاذ عشان هنكتب ملخص لدرس المساحات. ماشي، بنقول في المساحات أول حاجة بندرس مساحة المثلث. عندنا في مساحة المثلث يا باشمهندسين 3 قوانين. مساحة المثلث ليه 3 قوانين. 1 نص حاصل ضرب طولي أي ضلعين. نص حاصل ضرب طولي أي ضلعين في جا الزاوية المحصورة. نص حاصل ضرب طولي أي ضلعين في جا الزاوية المحصورة. 2 لو عاوز مساحة المثلث المتساوي الأضلاع، لأن ده لوحده كده مثلث متساوي الأضلاع قانونه جذر 3 على 4 س تربيع. طب أكيد هتقول لي مستر مين دي س؟ هقول لك حيث السين طول الضلع. حيث السين طول الضلع. تاني هندسة كده لو سمحت. أول قانون لمساحة المثلث نص حاصل ضرب طولي أي ضلعين في جا الزاوية. 2 لو مثلث متساوي الأضلاع جذر 3 على 4 س تربيع. طب إيه هي س؟ قال لي طول الضلع. 3 تالت حاجة بنسميها صيغة هيرون. هيرون ده عمل لي قانون للمساحة. إيه هو؟ جذر تربيعي ح بعد كده ح ناقص أ ب بعد كده ح ناقص ب ج بعد كده ح ناقص أ ج. إيه ده؟ ده هيرون. طب إيه هي ح؟ عارف إنك هتقول لي كده. نقول حيث ح بتساوي المحيط على 2. هي دي الح. ده بالنسبة للمثلث. عندي بقى مساحة الشكل الرباعي. مساحة الشكل الرباعي دي بتساوي نص حاصل ضرب طولة قطريه. نص حاصل ضرب طولة قطريه في جا الزاوية المحصورة. نص حاصل ضرب طولة قطريه في جا الزاوية المحصورة بينهما. امتى استخدم ده؟ لما يطلب مساحة الرباعي. نص حاصل ضرب طولة قطريه نص حاصل ضرب طولة قطريه في جا الزاوية. ماشي. في بعد كده عندي مساحة السداسي. الشكل السداسي عاملين له قانون 3 جذر 3 جذر 3 على 2 س تربيع. 3 جذر 3 على 2 س تربيع. ايه السين؟ ما احنا قلنا س طول الضلع. طب مساحة الخماسي قال لي مساحة الخماسي هندسة ربع نون س تربيع زتا باي على نون. ده كل اللي انت محتاجه، هو ده اللي انا محتاجه. صور سبورتك خليها قدامك تتدون عشان قانون مهم جدا وفي سؤال عن المساحات. اول سؤال بيقول ايه؟ بيقول لي مساحة المثلث أ ب ج. ثواني بقى، مساحة المثلث عندنا 3 قوانين. اشوف المعطى ايه؟ مديني ضلع وضلع وزاوية. ما تفكرش. يبقى المساحة بتساوي نص حاصل ضرب طولي أي ضلعين. يبقى 16 في 20 في جا الزاوية المحصورة. الزاوية المحصورة 46. اضرب لي دي على الآلة طلع الناتج واختار. 46 مساحة المثلث الذي فيه. خد بالك عشان دي المتوقعة في الامتحان. ليه؟ عشان ده صيغة هيرون. أعرف منين هيرون؟
ضلع 2 3 يبقى هيرون. ضلع 2 3 يبقى هيرون. هيرون بيحتاج مننا ح. ايه هي ح؟ نجمع الاضلاع. 8 زائد 7 زائد 11 على 2. تاني معاك 3 اضلاع يبقى صيغه هيرون، هي دي اللي جايه في الامتحان ان شاء الله. صيغه هيرون 3 اضلاع، بجيب ح اجمع على 2. طيب يديني كام؟ يديني 15 و11 26 على 2 فيها 13، يبقى الحاء ب 13. جبت الحاء، هات لي المساحه. ركز انا هعمل ايه دلوقتي. المساحه بتساوي جذر تربيعي كبير. باخد حاء الاول لوحدها اللي هي 13، بعد كده 3 اقواس، كل قوس بحط فيه حاء ناقص، يعني 13 ناقص 13 ناقص 13 ناقص. اول قوس بحط فيه الضلع الاول، تاني قوس بحط الضلع التاني، تالت قوس بحط الضلع التالت. الا واطلع الناتج واختار باذن الله. 47 مساحه الشكل الرباعي. حاسب مساحه رباعي المساحه بتساوي نص حاصل ضرب طول قطرين، يبقى نص فيه قطر الاول 12 القطر الثاني 16 في جا الزاويه المحصوره 68. اديني آلتك وطلع الناتج على طول. 48 مساحة المثلث المتساوي الأضلاع جذر 3 على 4 س تربيع. جذر 3 على 4 تنزل فيه ايه هي س؟ طول الضلع، ضلع 6 يبقى 6 تربيع. تفك دي بالآلة يديك كام؟ يديك 9 جذر 3، إجابة رقم د. 49 مساحة الشكل السداسي المنتظم. أقول له المساحة بتساوي 3 جذر 3 على 2 س تربيع. 3 جذر 3 على 2 تنزل. س ايه هي؟ طول الضلع، ضلعه كام؟ 12 يبقى 12 تربيع. فك بالآلة وطلع. كل المسائل بتاعت المساحات قانون تعوض فيه. آخر سؤال معانا سؤال 50 بيقول لك مساحة المثلث المتساوي الساقين الذي طول كل من ساقيه. يعني معاك مثلث كده بيقول لك الساق ده والساق ده 12 وقياس الزاوية المحصورة 64. تعرف تجيب المساحة؟ إن شاء الله. ما احنا قلنا مساحة المثلث نص مساحة المثلث نص حاصل ضرب طولي أي ضلعين. أدي الضلعين 12 في 12 في جا الزاوية، الزاوية ب 64. أنا عايز أعمل دي على الآلة. تعال نشوفها كده. آدي النص الأولاني، تعال من الجنب، في 12 في 12 في ساين 64. اقفل القوس ما تنساش. طلعت 64 و7 64 و7 الإجابة رقم ج. وبكده يا حضرات وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، مراجعة حساب مثلثات كاملا عام وأزهر إن شاء الله. كده يا صديقي الصدوق مالكش عندي غير آخر فيديو وهو فيديو الهندسة. إن شاء الله موفقين في الامتحان يا شباب إن شاء الله رب العالمين. زي ما قلنا واتفقنا بإذن الله المراجعات بتاعتنا الملخص اللي أنت عامله على كل درس يتذاكر كويس جدا. الملزمة طبعا مش محلولة، حضرتك هتقعد تسمع الفيديو وتحلها، وأي حاجة تقف معاك تعيد الفيديو. طبعا انا معاك في السنتر بتاعك، كل واحد في سنتره، واللي يحتاج حاجه يبعت لي على الواتس بس بعد الساعه 9 عشان ابتدي ارد عليك. موفقين ان شاء الله. تمنياتي لكم النجاح والتفوق الدائم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.